السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من أنمي جديد. بتبدأ حكايتنا باتنين بينزلوا من القطر، بنعرف إنهم جايين المدينة دي عشان يدوروا على ساحرة. بنعرف إن البنت اسمها جيدو والولد اسمه أشاف. بيسألوا صاحب محل عن ساحرة، فبيقول لهم إنهم لو بيدوروا على ساحرة يبقى يسألوا البنت دي. فبيسألها أشاف إن كانت ساحرة، فبتقوله انها معلمتها، فبيقول لها انهم محظوظين انهم لقوا حد يعرف ساحرة. فبتقوله ان المدينة كلها تعرفها. فجأة بيظهر وحش براس قرش، فبيقول أشاف انه ساحر ماهر. بتقول جيدو انها ظهرت على حقيقتها، فبترد البنت وبتقول لها ان دي مش معلمتها. فجأة بتظهر واحدة وبتعمل كرة من السحر وبتضرب الوحش بيها، فبيرجع لهيئته البشرية. بتقبض عليه الشرطة وبعدها بيهتف لها أهل المدينة. بتقول البنت لأشاف إنها بطلة المدينة. بيقول أشاف لجيدو ما تتهورش، بس بتكون مشت. بتنط جيدو في الهوا وبتحاول تهاجم الساحرة، بس الساحرة بتصدها وبتربطها بحبل سحري. بتحاول الشرطة تقبض عليها، بس بتظهر غربان وبتهاجمهم. وبيظهر دخان بيظهر منه أشاف، بياخد جيدو وبيمشي. بيقول أشاف إن قبل 400 سنة إن في ساحرة استخدمت لعنة على المدينة، لكن الساحرة اتهزمت واللعنة اتختمت، وإن ده هو التاريخ بتاع المدينة دي، وإن اللعنة اتختمت في القصر ده اللي الساحرة اللي في أول الأنمي عايشة فيه. بتسأل جيدو إن إزاي ساحرة عايشة في المكان ده، فبيقول أشاف إنها كونت سمعة كويسة ليها هنا. بيجي حشدو بيسألهم إن كانوا مدعوين. بيقول أشاف إنهم جايين للساحرة، فبتقول له إنهم جايين عشان في حفلة معمولة بمناسبة الذكرى السنوية. بعدها بتظهر البنت اللي كانت في الأول، بتقول لها جيدو تعديهم، بس بترفض وبتقول إن معلمتها تعبت عشان تغير تفكير الناس عن الساحرات، وإنها حمت المدينة بالسحر. وبترفض تدخل أشاف وجيدو. بيقول لها أشاف ما تصدقش كل اللي بتشوفه، وإن في حاجة ناقصة في القصة بتاعت اللعنة، وإن لعنة الساحرة مش حاجة ممكن تتختم بسهولة. بعدها بتطلب منهم يمشوا. فبيسألها أشاف إيه هي الذكرى السنوية، فبتقوله إنها ما تعرفش، وإن معلمتها بس اللي تعرف. بعدها بنشوف الساحرة وبتقول لها البنت إن أشاف وجيدو كانوا عاوزين يدخلوا، وبتقول لها إنها طردتهم. بعدها بنروح لأشاف وجيدو. بيكتشف أشاف حاجة، وبعدها بيقول لجيدو إنها تركز على مهمتها. وهم خارجين بيلاقوا الشرطة مستنياهم وبتحاول تقبض عليهم، وبيقولوا إن الساحرة طلبت يقبضوا عليهم. بعدها بيظهر أشاف إيده وبيظهر منها غربان كتير. وبعد ما بيخرجوا من الفندق بيلاقوا جيش من الشرطة مستنيهم. بنرجع للساحرة. بتصحى البنت اللي معاها، بتلاقي نفسها عريانة وإيديها ورجليها مقطعة، والبنات اللي معاها زيها. بتتصدم وبتصرخ، وبتظهر الساحرة وبتسألها البنت ايه اللي حصل لهم، فبتقول لها انهم هيبقوا مفاتيح عشان تفك الختم اللي على نار الجحيم، وانها دخلت تعويذة سرية جوه جسمهم وهي بتدربه. بعدها بتحط ايدها على واحدة منهم وبتنشط التعويذة. بتظهر هالة غريبة حوالين البنت وبتلفها، فبتسألها ليه بتعمل كده، فبتقول لها ان الساحرة الشريرة اللي لعنت المدينة تبقى جدتها، وان الحقيقة انها ما كانتش شريرة، وان هي اللي ختمت النار وحمت المدينة. بس اهل المدينة اتهموها ان هي اللي لعنت المدينة وبيقتلوها، وان سبب النار لحد دلوقتي لغز. فبتقول لها البنت ان ده مش صح، لكن اللي بتعمله مش صح برضه. فبتقول لها الساحرة إن اليوم اللي اتختمت فيه النار هو اليوم اللي بيضعف فيه الختم، وإنها استنت 120 سنة عشان اليوم ده، وإن القفل الأول اتفتح. بتظهر نار في المدينة وبتحرق الناس. بتنط جيدو من السقف وبتكسر الإزاز، وبتحاول تهاجم الساحرة، بس الساحرة بتهاجمها وبتثبتها بالأشجار. بتحرر جيدو نفسها وبترجع تهاجمها، بس بتضربها بشعاع طاقة. بتلاحظ أشاف اللي بيحاول يحرر البنات وبتهاجمه. بيحاول أشاف يصد الضربات، بس الدرع بتاعه بيتكسر. بيقول لها أشاف إنه كان عاوز على الأقل يحرر البنات اللي بيأدوا دور المفاتيح. بتسألهم الساحرة هما مين، فبيماطلها أشاف. بتقول لها البنت إن كل الأشخاص اللي استحقوا انتقامها ماتوا من زمان، وإن كل اللي في المدينة بيحبوكي،
فبتقول لها ان كسب ثقتهم خلى كسر الختم اسهل، وبتقول لها انها بتستمتع بالانتقام من ناس شكلت روابط معاهم، وبتستخدم قوتها عشان تفك القفل التاني. بيقاطعها أشاف وبيقول لها ما تفتحش مفاتيح تاني، بس بتهاجمه. بعدها جيدو بتقول لها انها فاهماها وانها بتكره الساحرات، وبتقول لها تبص على العلامة اللي على رقبتها. فبتقول لها الساحرة انها عاوزة تفك لعنة ساحرة، وان لما ساحرة ترمي لعنة صعب جدا فكها، وان في طريقتين بس عشان تفكها. الاولى بوسة من حب حقيقي، التانية ان ساحرة تغير رأيها وتفك اللعنة. لكن مش هي الساحرة اللي لعنتها، عشان كده مش هتقدر تفك لعنتها. وبتهاجمها بكرة من الطاقة وبتحرقها. بيقول لها شاف انها غلطت في حاجة، ان مش لازم تكون هي الساحرة اللي رمت اللعنة عشان تفكها. بتظهر جيدو وبتجري على الساحرة، فبتهاجمها بغصن شجرة بيخترقها. بيقول أشاف ان الطريقة التالتة زبادي مع الساحرة. بعدها بيظهر حاجة غريبة من ظهر جيدو، وبتدخل التابوت اللي مع أشاف. بيفتح التابوت وبيظهر منه هيئة جيدو الحقيقية. بتحس الساحرة بالخطر وبتحاول تهاجمها بس ما بتتأثرش. بتحاول تهاجمها تاني بس ما بيحصلهاش حاجة. بتسأل البنت أشاف إنه مش هيقدم المساعدة، فبيقول لها إنه مش هيقدر يساعد غير إنها مش محتاجاله، وإنها أقوى مخلوق والعدو الأعظم للساحرات. بعدها بتضربها جيدو بوكس بتطيرها. بعدها بتقع جيدو في الأرض وبتفوق في الجسم التاني، وبنعرف إن لعنتها ما تفكتش غير مؤقتا. بعدها بيظهر البنات وهم بخير وبتنتهي حلقتنا على كده. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.